اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. أنا كل فيديو ببدأ بيه بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، يعني يا ربنا يجعل أيامكم كلها خير يا رب إن شاء الله بإذن الله يا رب، اللهم آمين. أولا يا حبايبي أنا متشكرة أوي أوي أوي، ربنا يا رب يبارك لكم ويخليكم ليا يا رب. كل اللي دخل لي وعمل لي اشتراك وعمل لي لايك، ربنا يا رب يرزقه بالجنة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب يخش الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. ألف ألف شكر يا حبايب قلبي، ربنا يرضينا ويرضيكم يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. هنا بقى كنت بصراحة أنا نزلت، يعني كنت معدية في الشارع كده فبشتري شوية توابل يعني وكده، فلقيت في حد فتح كاتب يعني واخد الستايل بتاع بلبن بتاع وسط البلد والحاجات دي والأماكن دي، يعني اللي بنشوفه بلبن معروف طبعا. فعامل الستايل بتاعه اللون الأزرق والأبيض ومعرفش ايه وكده يعني، فكاتب رز بلبن. هو كاتب كده رز بلبن. فطبعا ايه العلبة حاجة غالية، البتاع عاملاها ب50 جنيه و55 جنيه فيعني ليه كده ليه؟ لا انا قلت لا، رحت شارية نص كيلو رز انا مروحة، وجبت كيلو لبن معايا. بصراحة يعني أنا بوريكم هنا الغدا، معلش عفوا كده. بصوا هنا كنت الغدا بتاعي، فكنت عاملة بانيه ومكرونة يعني وبطاطس محمرة، يعني بانيه العادي اللي بنعمله بتبله طبعا زي ما انتوا عارفين، والبصل وكده يعني. ده نص كيلو بس من البانيه وكيسين مكرونة وكده يعني. بس نرجع بقى للبن، رز بلبن قصدي، انا بضحك بس عشان حاجة معلش. فرحت جايبة بقى معايا نص كيلو رز، وجبت كيلو لبن، وجبت 3 أكياس فانيليا أو 4 أكياس فانيليا معايا عشان ما كانش فيه فانيليا في البيت. فرحت حطيتهم، فما شاء الله طلع كتير. يعني ايه اللي يخليني انا اشتري علبة اللبن قد كده؟ يعني انا نفسي جت عليه، يعني انا ما كنتش بفكر بصراحة في الرز بلبن خالص ان انا اعمل رز بلبن وكده يعني. ف... فنفسي جت عليه ليه كده ما اعرفش بصراحة. فرحت جايبة بقى غسلة، جايبة 2.5 كوب بالظبط من الرز وغسلتهم وحطيتهم في الحلة، وحطيت عليهم كل كوباية رز أنا بحط عليها 2 كوباية مية، علشان الرز طبعا يا حبايبي ما بيستويش قوي، يعني لازم يبقى محبب شوية كده. وحطيتهم في الحلة، وعندي قشطة في البيت اللي بشيلها من وش اللبن، وكيلو اللبن اهو. انا كان عندي كيلو لبن مغلي كنت راكناه، فالتاني ده بقى خليته نفطر بيه الصبح، وخدت التاني اللي موجود مثلا بقاله كام ساعة كده، كنت غليه وحطاه في التلاجة عشان طبعا في وشه كده بس يعني. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، عملت طبعا عشان نربط الرز بلبن، جبت النشا والفانيليا زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. كل كوباية رز عليها عليها معلقتين نشا. فانا حطيت اول حاجة الرز طبعا خلاص غلي استوى كده، يعني نص سوا، مش كتير قوي. وهحط عليه طبعا كيلو اللبن زي ما انتوا شايفين بالوش بتاعه اهو ما شاء الله. الوش القشطه يا حبايب قلبي بتعمل الرز زي يعني كريمي، بتخليه كريمي كده خالص، حلو بصراحه يعني. فشوف يعني، ودول كانوا عندي حبة برو مركونين عشان احنا حبايبي لازم عندي الاولاد احنا بنحب اللبن يعني على طول. يومين انا بجيب لبن، يومين اجيب كيلو لبن، يعني علشان خاطر احنا بنفطر نعمل شاي بلبن، كلنا بنحب الشاي بلبن بصراحه يعني. فزي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله، حلة 2 كوباية رز وكيلو لبن يعني. ما شاء الله بصوا يعملوا قد ايه، اللي يخليني بقى اشتري علبتين وكل واحد معلقة ولا معلقتين، ما بيكملش يعني، بتبقى صغيرة خالص وكده. زي ما انتوا شايفين العلبة ما فيهاش يعني معلقتين 3 بس. فزي ما انتوا شايفين اهو بصوا الحله اتعملت ازاي. وحطيت كمان معلقتين من القشطه، يعني كانت في قشطه في اللبن، وانا حطيت عليهم معلقتين قشطه تاني، معلقتين كبار كده. ودوبت النشا علشان هربط بيه الرز بلبن. لو من غير النشا اللبن هيبقى معاكي سايب، مش هيبقى حلو. بس يا حبايب قلبي، وادي الفانيليا بتاعتنا، وما ما حطيتش حاجه اكتر من كده بصراحه يعني، ما فيش، هو النشا واللبن وبس. وبعدين هو المفروض تحطي يعني اللي عنده بقى، اللي عنده لبن كتير يحط. انا عندي كيلو واحد بس، وكان عندي حوالي ربع كيلو تاني لبن، يعني هم يعتبر على بعضهم كام كيلو وربع، مش كتير يعني.
اللي عايزه يبقى احلى يعني بيبقى اجمل طبعا من ده بكتير اكيد يعني لما نزود اللبن. بس انا بكتفي بالحاجه اللي عندي واللي هقدر عليها. كيلو لبن، وكان عندي حوالي ربع كيلو فحطيتهم. والله والله اقسم بالله طلع تحفه تحفه تحفه. مش لازم اللبن كتير، ومش لازم تكلفي نفسك، ومش لازم يعني الكيلو لبن يحتاج عليه كوبايه رز واحده الكوبايه. لا انا ما عنديش، افرض ما عنديش خلاص يعني احط لا هم بس يعني خلاص هو ده. فاهمني؟ وكوبايتين ونص يعني ممكن كنت اعمل كوبايتين، لا انا عايزه ازود شويه. بس كانت كل الحكايه. ادي حطيت معلقتين من القشطه، وكوبايتين ونص رز، وكيلو لبن ولا كيلو ربع لبن اللي موجود عندك، عملوا حله كبيره. شايفين قد ايه؟ وبعدين انت بتقلد بلبن يعني ماشي، انت بتقلد بلبن بس المفروض يعني تقلل من الحاجة بتاعتك شوية. نفس بلبن، نفس الأسعار بتاع بلبن، ب55 و70 و80 القشطة والحاجات اللي بيحطوها في العلب دول معرفش ايه وايه. وكلها حتة كيكة حط عليها حتة كريمة شوكولاتة وخلصت والموضوع خلص كده. فليه يعني كده؟ يعني حرام بصراحة. فالواحد المفروض يعمل يعني اللي تقدر عليه، وانا بقدر اللي بقدر عليه بصراحة بعمله في البيت. يعني مش يعني مش عارفة أقول لكم إيه. أنتوا عارفين طبعا الحاجة غالية، والغلا اللي إحنا فيه ده، والقرش بيجي بس مش بسهولة يعني. والله العظيم القرش ما بيجيش بسهولة. شايفين ما شاء الله حلة ملت أهي ما شاء الله. وتعالوا تفضلوا معانا يا حبايب قلبي بالهنا والشفا. أنا نفسي جت عليه. أنا والله الرز بلبن ده ما كانش في بالي خالص، ما أعرفش. أنا كنت عملت البانيه سبته متبل وكده، ونزلت إيه جبت شوية طلبات كده من تحت، وسبكت القوطة وعملت المكرونة وكل حاجة. قلت اما اطلع ايه، فلقيته ده بقى والناس زحمة عليه. يا سبحانك يا رب، سبحان الله طبعا. وهاتي حبايب قلبي ما تنسنيش بقى باللايك والاشتراك. ربنا يا رب يرضينا ويرضيكوا حبايب قلبي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لايك كده واشتراك يا حبايب قلبي، نفس القناة تكبر شوية ان شاء الله، هتكبر بإذن الله بإذن الله. ومتشكرة أول مرة التانية والتالتة والعشرين والألف اللي بيدخل يعمل لي اشتراك. ألف ألف شكر. ربنا يا رب يكبر بخاطركم جميعا، اللهم آمين يا رب. واللي يعمل لي اشتراك ولايك يا رب اللهم آمين يخش الجنة، اللهم آمين يا رب. بس ما شاء الله حلة حلة. محدش يقول لي بقى لا انت كده الرز كتير وممكن تقول لا. طب انا اعمل ليه؟ لا ما هو اهو اقسم بالله تحفة، اقسم بالله طعمه تحفة. وما عنديش كمان مكسرات، وما عنديش الحاجات التانية دي. لا انا عندي بس في جوز هند، فما رضيتش احط. اللي عايز يحط يحط، واللي مش عايز يحط ما يحطش. وادي الرز بلبن بتاعنا. وبصوا ما شاء الله عمل كمية كبيرة من كوبايتين ونص من الرز وكيلو وربع لبن. وكده خلاص خلص الرز بلبن اهو. تعالوا تفضلوا معانا بقى. مع ألف سلامة حبايب قلبي، مع ألف ألف سلامة.